في الاخر الهد اللي بيحصل ده ما حدش هيقدر يساعد. يعني خلاص انا بالنسبه لي لو انا الفرقه اللي انا بشرف عليها والجهاز الفني اللي انا بشرف عليه لو تم اغتيالهم بقى معنويا، وان هم كل يوم بيتشتموا، كل يوم بيتهاجموا على النت، بيتهاجموا في المدرج، بيتهاجموا، انا مش هبقى عارف ولا اديرهم ولا اديهم دوافع ولا هبقى عارف اطلع منهم اي حاجه تفيد النادي. صحيح. فان شاء الله دي بالتوفيق يا امير ان شاء الله باذن الله. النتيجه السلبيه اللي احنا تعرضنا لها، رغم برضو ان النتيجه بتقابلها ظروف عكسيه، زي ان احنا حضرتك يعني بطوله، انا دي حاجه انا الصراحه مستغرب عنها جدا. وكابتن ياسر يعني اكيد هيوافقني في الكلام ده، ان بطوله بحجم ما فيهوش فار دي صحيح. اتناقشنا فيها الاستوديو يعني اللي فات، والله قلنا الكلام ده والله يا امير، صعبه جدا جدا. يعني دي حاجه من الحاجات برضو لو في فار ضربه الجزاء دي ما تتحسبش. نعم، لو في فار ضربه الجزاء اللي اتحسبت دي ما كانتش اتحسبت. يعني انا بقول لحضرتك يعني في ظروف، انا بقول لحضرتك في ظروف يعني بتبقى خارجه عن اراده الواحد، خارجه عن اراده الواحد في وقت من الاوقات، بتبقى الظروف دي احنا السبب فيها، تشكيل غلط، تغيير غلط، تمرين غلط، اداره ازمه غلط، ممكن تبقى عادي مع واحد ما يكسفش ان هو يقول كده، سواء عليا او على الجهاز الفني. احنا مستر فيريرا قبل كده طلع في مؤتمر كان كسبان، قال انا غلطت في تغييرتين وبتحمل مسؤوليته، وطلع في اكتر من مباراه خسران قال انا اللي بتحمل النتيجه. احنا بنعرف نتحمل المسؤوليه وكل واحد بيتحمل مسؤوليته، صح، لكن في ظروف طبيعيه. لكن لو في ظروف فيها تربص او فيها تركيز، تعالى نوقع فلان او نوقع اللعيب الفلاني عشان لما اللعيب ده يقع نبقى بنقول بقى ان فلان اللي اختاره غلط، اصل المدرب ما كانش عايزه، اصل كابتن اسامه مش عايز كابتن مش عارف مين معاه، اصل دخلنا في قصص كلها بره الكوره. اتمنى بس من الجمهور ان هو في الاخر قيمنا وحاسبنا في اخر الموسم. في الاخر الموضوع سهل زي ما حضرتك قلت، هي كوره يعني جابت نتائج زي السنه اللي فاتت وزي السنين اللي فاتت. انا شخصيا رصيدي فيه 7 بطولات، نفسي اجيب بطوله افريقيا للزمالك، نفسي نحافظ على الدوري السنه الثالثه وتبقى عمرها ما حصلت في التاريخ ان الزمالك 3 سنين ورا بعض بياخد الدوري، نفسي ناخد الحاجات دي كلها. لكن في الاخر مش هنعرف نعمل الحاجات دي لوحدنا لو احنا من دلوقتي هنتهاجم، والجمهور مش هيبقى عنده وعي، لان في ناس عندها اجنده بتحاول تستخدم الجمهور او بتحاول تسخن الجمهور على لعيبته في الماتشات او على ادارته او على جهازه الفني. احنا مش هننجح لوحدنا، احنا بننجح كمنظومه كامله اللي هي بتبدا من الجمهور. جميل جميل، كلام جميل يا امير. وزي ما قلت لك ما تزعلش، وانت عامل انجازات كبيره جدا داخل فريق الاول نادي الزمالك، وجبت لعيبه مميزه، وبالتاكيد طبعا الشجره المثمره هي اللي بتحدف بالطوب. امير مرتضى منصور مشرف عام على فريق الاول كره القدم. في الاخر الهد اللي بيحصل ده ما حدش هيقدر يساعد. يعني خلاص انا بالنسبه لي لو انا الفرقه اللي انا بشرف عليها والجهاز الفني اللي انا بشرف عليه لو تم اغتيالهم بقى معنويا، وان هم كل يوم بيتشتموا، كل يوم بيتهاجموا على النت، بيتهاجموا في المدرج، بيتهاجموا، انا مش هبقى عارف ولا اديرهم ولا اديهم دوافع ولا هبقى عارف اطلع منهم اي حاجه تفيد النادي. صحيح. فان شاء الله دي بالتوفيق يا امير ان شاء الله باذن الله.